أفلاطونة ضحكت علينا كاملين. كملوا الفيديو باش تعرفوا اشنو واقع. البارح أفلاطونة حطت هاد التصويره اللي كتبان فيها غير ردات حتى شبعات، وكتبع عليها صبروا عليا نجمع النفس ونفرق عليكم واحد الرمانه، موعدنا غدا مع العشرة. هي المتتبعين ديالها شي وحدين تقلقوا عليها وشي وحدين بقى ضرهم راسهم من البارح بالليل حتى لدابا، شي وحدين كاع طلعوا في النيفو كتبوا ليها في لي كومونتير راه ما نعسناش من البارح بالليل. فهنايا كتدخل الممثله رقم 1 واللي هي حفصه، ومشات عندها للدار وما بيناتها زعما البنت راها كتبكي، وزاد تقلقات المتتبعين ديال مريم. وهنايا ماشي غير هما اللي بقاو راسهم كيضروم، حتى انا ولا راسي كيضرني. وقبيله ضربات العشرة ودخلت نشوف اشنو هو الخبر اللي مخبيه علينا افلاطونة، ولقيتها حاطه هذا الفيديو اللي كتقول فيه باللي من نهار اللي عقلت على راسها وهي كتبارطاجي معكم حياتها اليوميه، وحتى فاش تزوجات بارطاجات معكم عرسها من حتى لزاد. وبطبيعه الحال مشات هي وراجلها للمدينه ديالو فين كيسكن باش تستقر معاه، لكن مريم هنايا والبعد على عائلتها بدات كتدخل في واحد الحاله من الاكتئاب. ماشي غير فراق عائلتها اللي جاها صعيب، لكن حتى صحاباتها اللي قالت باللي داروا لها بزاف ديال المشاكل تما عاد عرفات علاش ربي بعدهم عليها. ومن بعد شكرات راجلها اللي وقف معاها وساندها في اي حاجه بغاتها. والان مع المفاجأة الكبرى. ايوا صافي الرمانه اللي فرقعات مع العشرة، والسبب علاش كانت كتنخصص البارح علينا في لي ستوري هي حلات محل ديال الفاشن، وقالت باللي ما غادي تعرض حلا حتى شي واحد من المؤثرين، بالعكس هما خصهم يجيو منهم من راسهم باش يكبروا بها ويوقفوا معاها في داك النهار. ايوا هنايا ما بقى لي غير نقول لكم بسلامه عليكم، وما تنساوش تقولوا لي تقوليبه كي جاتكم في لي كومونتير. بسلامه عليكم.